صابر عاش طول عمره من غير ما يعرف أبوه مين. أمه وهي على سرير الموت بتفجر مفاجأة هتغير له حياته. بتقوله إن أبوه لسه عايش وإنه راجل غني ونفوذه كبير، وسايب له صندوق خشب فيه ورقة مكتوب فيها: يا ابني دور عليا عشان تعرف انت مين. أنا لاشين، شخص قرر يبدأ رحلة سعي مختلفة، وقررت أشارك رحلتي معاك. دي كانت بداية رواية الطريق لنجيب محفوظ، واحدة من رواياته العبقرية اللي بتبرز لنا فكرة إن الكنز في الرحلة مش في الوصول. صابر بيبدأ يدور على أبوه فعلا، وفي الطريق بيقابل 3 شخصيات رئيسية: الشيخ عاشور، وده صاحب قديم لأبوه، بيحكي له إن أبوه راجل محترم وإنه كان بيساعد الناس وإنه كان راجل عظيم، وده بيديله أمل. وسميرة، ودي بنت كانت تعرف أمه، بتقوله إن أبوه بارون مخدرات كبير وهربان أصلا من العدالة، ودايما بتبعتله ويجي في أماكن مشبوهة عشان يقابله، وبتاخد منه فلوس كتير لزوم الوساطة. وعلوان، وده صاحب جديد بيحاول يتقرب منه، بيفهمه إنه صاحبه هيساعده يلاقي أبوه، بس في الحقيقة هو بيكون عايز يستغله ماديا. صابر بيفضل يدور وهو مقتنع جدا إنه لما يقابل أبوه اللي ما بقاش عارف هو راجل عظيم ومعاه فلوس كتير ولا بارون مخدرات، ده هيساعده يعرف هو مين وإيه دوره في الحياة. بيضيع كل فلوسه مع سميرة، وبيقع في شباك علوان اللي كل شوية بيستغله ويسحب منه فلوس، وبيسهر في أماكن مشبوهة وهو فاكر إنه هيقابل أبوه. وما بيوصل لآخر الطريق بيكتشف الحقيقة المرة: أبوه كان راجل عادي ومات من زمان أصلا، لا بقى كان راجل عظيم ومعاه فلوس كتير ولا كان بارون مخدرات. وسميرة وعلوان كانوا متفقين مع بعض يستغلوه علشان يسحبوا منه فلوس، وكل الورقة والصندوق دول كانوا خدعة من أمه علشان تخليه يتمسك بأي أمل قبل ما تموت. يا عيني الحاجة ظرفته. وفي لحظة غضب ويأس صابر بيواجه علوان وبيقتله بالغلط، وبتكون النتيجة في الآخر إيه؟ فلوسه ووقته ضاعوا، وبقى مجرم وقاتل، ولقى نفسه من غير هوية حقيقية.